توماس إريكسون قسم الشخصيات ل4 ألوان، اللي منكم شافت الجزء الأول هتعرفه. طب إزاي نتعامل مع كل لون فيهم؟ ده موضوع فيديو النهارده. شخصية اللون الأحمر اللي من صفاته التحكم والسيطرة وحب القيادة، اتعاملي معاه دايركت، خليكي صادقة مباشرة، عشان الشخصيات دي بتكره الغموض، فبلاش بقى لف ودوران وقال وقلنا وعد وعدنا، لا دايركت. شخصية اللون الأصفر شخصية لذيذة حماسية مغرورة شويتين، عايزك تضحكي على النكتة اللي بيقولها لك في كل مرة، ويا سلام لو تديله نكتة انت كمان. الشخصية الصفرة دي ما بتحبش العزلة خالص، يعني لو عندك واحد في الشغل أصفر قعديه مع التيم، خليه يشتغل هيعمل أحلى شغل. ولو حماتك ست صفرة بلاش النيجاتيف انرجي، ما تقعديش شكوى طول ما انت قاعدة مش هتسلكوا. أما بقى شخصية اللون الأخضر المحبوبة المريحة الودودة دي، عايزة تكسبيه خليكي في حالك، ده حد بيحب ان الباب اللي تجيله منه الريح يسد ويستريح، فما تعملوش مشاكل ولا تدخليه في حوارات، طبطبي ودلعي ودعمي على قد ما تقدر. ويا ساتر بقى من اللون الازرق، هاتي وانت رايحه كل الادله والبراهين المنطقيه عشان هيسالك كتير قوي. يعني لو جوزك شخصيته لا مؤاخذه زرقاء ورحتي قلتي له عايزه اصبغ شعري، هيعمل لك تحقيق. هتصبغي لون ايه؟ مين اقنعك تصبغيه؟ الكوافير ده فين؟ فتح كوافير ليه؟ واسئله لا تنتهي. ما تصبغيش شعرك احسن. وفي النهايه بندعي لعم إريكسون عشان ادانا المرض وادانا العلاج، ونتمنى ان احنا ما نشوفش اللي حوالينا اخبار. انا فيروز يسري، ودي حكايه قبل اليوم.